شفت حادثه زي دي قبل كده؟ عربيه تبقى ماشيه على سرعه بطيئه وتلاقيها فجاه راحت خابطه في عربيه جنبها ومقلوب على سقفها. الحوادث دي بتحصل كتير اكتر مما تتخيل يعني، وهتلاقي صور وفيديوهات كتير للعربيات على النت بيحصل لها الحوادث دي، ان هي تبقى ماشيه بسرعه بطيئه جدا اقل من 40 كيلومتر في الساعه والعربيه تروح فجاه مقلوبه على جنبها. وبمناسبه الحوادث دي عايز اقول لك ان الحزام مش بس على السرعات العاليه، الحزام كمان مهم جدا على السرعات البطيئه، والحوادث على السرعات البطيئه دي خطورتها عاليه جدا وبتحصل اكتر مما تتخيل، والوفيات والاصابات لا قدر الله اللي بتحصل فيها اكتر بكتير من اللي تتخيله. يعني كتير بتلاقي من الناس اللي حوالينا يقول لك اصل انا مش هربط الحزام عشان خاطر يا دوب هركن العربيه جنب البيت، او هجيب حاجه من اخر الشارع، او هعدي على السوبر ماركت، او مثلا ده انا بس يا دوب هحرك العربيه من مكانها. ويبقى مفيش في اعتباره خالص ان الحركه البطيئه دي والسرعه القليله اللي بيمشي عليها دي ممكن يحصل فيها حادثه، والحادثه دي يحتاج يكون لابس فيها الحزام عشان ما يتصابش. انا شخصيا ليا واحد من اصدقائي كان يا دوب خارج بالعربيه من البيت عشان يركنها بره في الشارع عشان عنده مشوار كمان شويه، في الحركه دي عربيه ثانيه خبطت فيه، والخبطه دي اتسببت في اصابه كبيره جدا ليه بسبب ان هو ما كانش رابط الحزام وشايف ان الموضوع قريب. في ناس ثانيه برضو بيعتبروا ان هم لما يمشوا في الزحمه والطريق يبقى واقف او ماشي على سرعه بطيئه مش محتاج يربط الحزام، الحزام بالنسبه له حزام للطرق السريعه بس. ولو جيت دورت ورا الموضوع ده هتلاقي مثلا احصائيات بتقول لك زي في فلوريدا من 2012 ل 2016 في اكتر من 54 الف حادثه حصلت على سرعات اقل من 40 كيلومتر في الساعه، والحوادث دي اتصاب فيها اكتر من 23 الف شخص ومات فيها اكتر من 91 شخص، كلها حوادث حصلت على سرعات بطيئه قوي. والحاجه الثانيه كمان اللي المفروض تاخد بالك منها ان السرعات البطيئه دي خطر برضو على الاطفال. يعني فكره الطفل اللي مش قاعد في الكرسي بتاعه لو هو يعني اقل من 9 سنين، الطفل اللي هو واقف في الشباك بتاع العربيه او واقف في فتحه سقف العربيه او قاعد على رجل باباه او مامته وهم سايقين العربيه، كل دي حاجات خطر جدا. فما تستهونوش بالسرعات البطيئه لانها برضو خطيره، ومجرد ركوبك العربيه وربطك للحزام قبل ما تتحرك هي حاجه مهمه جدا وامان ليك. وقولي كده لو حد فيكم مر بتجربه سيئه او شاف قدامه حادثه حصلت على سرعه بطيئه وكانت خطر زي دي.